هل سألت نفسك يوما ما لماذا لم يرضى الله للنساء الحزن؟ ففي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فلماذا خص الحزن بالذكر وهو مجرد أحاسيس وليس عذابا ماديا؟ وفي قصة مريم عليها السلام يقول الله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وفي قصة أم موسى يهيئ الله تعالى لها عجائب في إنقاذ وليدها موسى عليه السلام ليعيش في كنف عدوه معززا مكرما، ثم يعيده تعالى إليها لترضعه. وكل تلك الأقدار الغريبة يقدرها الله تعالى لكي لا تحزن. فعندما أمرها الله بأمر تعجز عن فعله وهو أن تلقي وليدها في الماء وتلقيه ليحف به الموت من كل مكان، فيبشرها الله تعالى بأن تفعل ذلك ثقة بالنجاة فلا تحزن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم يقول تعالى عنها بعد أن أرجعها إليه: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. نعم، قدر الله كل تلك العجائب لأمر في عين الله عظيم، وهو لكي لا تحزن. لماذا كل هذه العناية بعدم إصابة المرأة بالحزن؟ وضحت الآيات أن حزن المرأة عميق وألم شديد لا يتحمله قلبها، فرفقا بالقوارير، فهي إذا حزنت انكسر قلبها. رفقا بها، لا تكسر قلب أمك بكلمة، لا تعتسر قلب أختك باستهزاء، لا تجرح قلب زوجتك بإهمال. تقرب إلى الله بالإحسان لهن ولا تحزن قلوبهن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.